سادس وصفة من سلسلة وصفات غدا سهل وسريع وهيعجبكم قوي. ودي من أحلى طرق الفراخ اللي هتجربوها. سهلة جدا وفي حلة واحدة وطعمها خطير مع صوص يجنن من غير أي كريمة ولا إضافات كتير. أول حاجة في وصفتنا النهاردة في الحلة أو الطاسة على النار هبدأ أحط قطعة من الزبدة مع معلقة من الزيت. هسيب الزبدة لحد ما تسخن كويس قوي والحلة بتاعتنا أو الطاسة تبقى سخنة، وهبدأ أنزل فيها الفراخ. انا هنا الفراخ استخدمت الصدور، قطعت الصدر على 2 زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اشوحها على نار عالية لحد ما تاخد لون حلو من على الجنب الاول. هقلبها على الجنب التاني واستنى لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها على الجنب التاني، وبعد ما تاخد اللون الذهبي هطلعها. هي طبعا كده ما استوتش، لسه هتكمل السوا بتاعها في الصوص. بعد ما هخلص كل الكمية وفي نفس الحلة او الطاسة هضيف البصل متقطع جوليان او متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، وهبدأ هقلبه على نار عالية برضو لحد ما ياخد لون ذهبي، ياخد اللون الذهبي من غير ما نضيف اي اضافات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدأ اضيف عليه مكون انا بحبه جدا وهيفرق جدا في الطعم معانا. معلقة كبيرة من خل البلسمك. خل البلسمك بيدي للبصل والصوص لون حلو وكمان نكهة حلوة ومزازة وبيطري الفراخ جدا. هديهم كده تقليبة، وبعد كده هضيف معلقة من الدقيق عشان تتقل لنا الصوص بتاعنا، والتوابل ملح وفلفل توم بودرة وكمان ريحان مجفف او زعتر مجفف المتوفر عندكم. هدي كده كل ده تقليبة على نار عالية لحد ما الدقيق يختفي تماما. عايزة الدقيق بتاعنا يتحمص مع البصل. هنضيف اكيد بعدها المية السخنة، ضفت حوالي كوبايتين مية سخنة، وكده الصوص بتاعنا خلاص جاهز. اكيد هنرجع فيه الفراخ عشان تكمل سوا. هرص الفراخ في الصوص وهسيبها بعد كده تكمل سوا. الفراخ عادة بتاخد من 5 دقايق ل7 دقايق. انا بعد ما ارصها كلها هغطي عليها واسيبها حوالي 5 دقايق، وبعد كده هفتح عليها. زي ما انتوا شايفين الصوص بتاعنا تقل وريحته خطيرة. هقلبها على الجنب التاني وهغرقها كده في الصوص زي ما انتوا شايفين. واخر حاجة بحب اضيفها ودي اختيارية بس بتفرق جدا في اكلتنا النهاردة، بحب اضيف جبنة موتزاريلا على كل على الفراخ من على الوش كده. وكده خلاص وصفتنا استوت. هغطي عليها دقيقة واحدة واقفل النار واقدمها. خطيرة سهلة جدا وطعمها حلو، خفيفة من غير اي كريمة ولا اضافات كتير. قدمتها مع رز حبة وحبة وطلعت تجنن. لازم تجربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعتمدوها على طول. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير لكل حبايبكم، ومستنية كل تطبيقاتكم.